السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب أشوفكم من المقبولين وأشوفكم أحلى ظباط بإذن الله. الحلقة دي يا جماعة حلقة بسيطة وسهلة، هي تكملة لجزء العيادة اللي هي عيادة النظر، عيادة الرمد لكلية حربية أو كلية الشرطة. تمام. دلوقتي في ناس كتير بتكلمني بتقول لي إحنا عايزين نعرف إيه الفرق بين البي ار كي تمام والليزك العادي، وايه اللي بيتكشف فيهم وايه اللي مش بيتكشف. تمام. بس قبل ما اتكلم عن الحلقه اتمنى منك تعمل اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام. بص يا اخويا، البي ار كي وده انا الكلام ده مش هقوله من نفسي، والله الكلام ده اتقال لي من دكتور من كليه الشرطه نفسه. تمام. وطالما هو قال لي الكلمه دي ده معناه ان هو كلامه طبعا هو اللي صح، وهو عارف ايه اللي هيعدي وايه اللي مش هيعدي، فبقول لك بناء على كلام الضابط ده. تمام. وبرده هو اللي متطبق في الكليه دي هو متطبق في الكليه دي عشان ما اطولش عليكم. بص يا صاحبي، طبعا عندك ضعف نظر او اي حاجه، تمام، لازم تعملها من في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. تمام. لازم يعني تعالج المشكله دي من دلوقتي، سواء هتعمل عمليه، تمام، سواء هتعمل عمليه او هتاخد قطرات وحاجات خفيفه لو انت عينك سليمه يعني، بس عايز تطمن عليها مش اكتر. تمام. لكن دلوقتي انت هتعمل عمليه. هنتكلم دلوقتي عن البي ار كي. ايه هي عمليه البي ار كي دي اصلا؟ البي ار كي ده اسمها الليزك السطحي او الليزر السطحي من اسمها كده سطحي. يعني الدكتور اللي هيعمل لك العمليه يا صاحبي مش هيحط ايده في عينك، يا دوبك هيفتح لك عينيك، تمام، والليزر هو اللي هينظف عينك. تمام. مفيش اي ايد هتلمس عينك، فبالتالي عينك مش هتبان في الكشف. يعني انت كده لما تيجي تروح في الكشف بتاعك، تمام، والدكتور بيحط لك حاجه للقرنيه للعين عشان يشوف القرنيه بتاعت عينك سليمه ولا مش سليمه، بالتالي هيلاقي عينك سليمه ما فيهاش اي حاجه. تمام. بس برضو عشان تبقى عارف لازم يعدي فتره، اقل حاجه 6 شهور، اقل حاجه زي ما قال الدكتور بتاع كليه الشرطه، قال لازم تكون معدي 6 شهور عشان تعدي معاك. تمام. طب انت دلوقتي مثلا عملتها وما عدتش 6 شهور، هتعدي برضو معاك. ليه؟ لسبب واحد، لان العين اصلا مش بتبقى مكشوفه انك انت عملت الليزك البي ار كي، مش هتبقى مكشوفه عينك، مش هتتكشف انك انت عامل بي ار كي نهائي، بس حرصا انك انت ممكن يعني عشان ما تطلعش بس ولا اي حاجه، وعشان برضو تكون عينك خفت، بس يعني عينك عشان تكون خفت من الالتهابات اللي فيها، لو فيها التهاب او اي حاجه تاثير الليزر بس مش اكتر. تمام. ده اللي هو بي ار كي. طب انت دلوقتي يا طارق تنصحني بالبي ار كي ولا الليزك العادي؟ لا طبعا بي ار كي، لان هحكي لك عن الليزك العادي دلوقتي. الليزك العادي انا لسه عامله من حوالي 10 ايام ولا حاجه. تمام. قبل ما اعمله بسال الدكتور، يا دكتور طب الليزك العادي بيبقى باين؟ تمام. انا قبل ما اعمل الليزك العادي قلت له انا عايز اعمل بي ار كي عشان لما اقدم على الكليه العسكريه ما تبانش. قال لي يا استاذ طارق الليزك العادي ده لازم يبان معاك لمدى الحياه. صراحه هو احبطني، بس انا كان نظري فعلا ضعيف للغايه، فعشان كده قال لي ما ينفعش معاك البي ار كي. تمام. عشان ما اطولش عليكم بس في الحلقه، الليزك العادي يا صاحبي بيبقى باين، بيتكشف في الكليه الحربيه او كليه الشرطه. الليزك العادي بيتكشف في الكليه الحربيه او كليه الشرطه، عشان كده ما انصحكش بيه. تمام. بمجرد ما الدكتور بيحط لك اللابتوب بتاعت القطره بتاعت القرنيه، تمام، فبالتالي هتبان معاه، هتبان عنده في الكشف، هتبان كده ان عينك من جوه محمره وحاجات كتير، فبالتالي طبعا هو بتلتهب، مش هتقدر انك انت تواجه المشكله، مش هتقدر انك انت تقف في خدمه سواء حربيه او في شرطه، فبالتالي هو هيعرف ان انت كده عينك فيها مشكله. تمام. فمش هيرضى يخليها تعدي الا لو العين خفت فعلا او الاثر بتاعها بقى ضعيف. لو اثرها ضعيف، ودي طبعا بعد فتره، مش هقول لك ده بعد 6 شهور، بعد 6 شهور. تمام. يعني ممكن توصل لسنه كمان، يعني ممكن توصل لسنه. لو انت في سنه ثالثه كليه تعملها دلوقتي، لو انت في سنه ثانيه ثانوي تعملها دلوقتي، لو انت عندك اي حاجه في المشاكل دي في العين. تمام. ده الليزك العادي وده البي ار كي. فانت طبعا اكيد عرفت الفرق، اكيد طبعا دلوقتي عرفت ان البي ار كي هو الانظف وهو الافضل من الليزك العادي. تمام. فعشان كده بقول لك يا صاحبي لو هتعمل حاجه اعمل البي ار كي، هو مش هيتكشف، لكن الليزك العادي هو اللي هيتكشف سواء حربيه او شرطه. تمام. والحلقه دي طبعا انا اتكلمت عن عياده الرمد اصلا، بس النقطه دي هي اللي نسيتها في الفيديو، فانا حبيت اتكلم فيها في فيديو مخصوص لان برضو موضوع مهم خالص. تمام. فانت تخلي بالك منها عشان دي عياده مهمه خالص، عياده الرمد، واتمنى من ربنا انك تعدي فيها وتعدي كل حاجه سهله. والله يا صاحبي كل حاجه سهله، عدي بس الكشف الطبي وباذن ربنا هيكرمك كده واشوفك ظابط قد الدنيا باذن الله. تمام. بس اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتدعم اخوك.
تحياتي ليكم. طارق البدري.